السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هعمل تنظيفة كده مع الفراخ. انا عندي 10 فراخ بيض، جبتهم وهذبحهم وبعدين هصمتهم في قلب المية. انا حاطة مية على النار عما تغلي، يعني الفراخ البيضة مش عاوزة مية يا حبايب قلبي تكون مغلية، هي عاوزة مية تكون سخنة او غلت وانت تحط عليها كمان شوية مية. ودبحتهم واستنيت عم عملتهم دبحتهم وكده حبايب قلبي، واستنيت عم الروح بتاعتهم طلعت، وبعدين صمتهم في قلب المية. وبعدين جبتهم عشان انضفهم. بس انا عما دبحتهم وسبتهم وسبت كمان المية كانت غلت، حطيت عليها شوية مية كده عشان المية تبقى معايا دافية شوية علشان الفراخ ما تتسلخش في ايدي. وجبتهم حطيتهم على الصينية وبنضف فيهم، ولازم ننضف بصبعنا الكبير عشان نمسح اي شعرية فيهم. نعم. وجبت طبق علشان احط فيه المية، واحط الفراخ اللي انا بنضفها فيها علشان بيبقى فيه جلدة صفرة على الصدر كده، بمسحها في قلب المية ولا فيها ريش ناعم وكده. وبعدين هنضفهم واجيب طبق احط فيه قيمة كده ليمونتين وشوية دقيق، واحط بقى هنا 5 فرخات وهنا كمان في الطبق التاني 5 فرخات. ومعايا الطبق البامبي ده فيه الحوايج والكبد والقوانص وكده. حبايب قلبي اللي مشرفيني من برا مصر ومن جوا مصر، ما نحرمش من تعالاتكم الجميلة، ربنا يبارك فيكم ويعزكم يا رب. اللي مش اشترك عندي في القناة بتاعت المتواضعة ممكن يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، فضلا ليس امرا. انا كده حطيت في الطبق ده يا حبايبي ليمونتين كده وعصرتهم فيهم، وبعدين حطيت ال5 فراخ هنا بعد بقى ما نضفتهم كويس من جوه ومن بره بقى شمعة بيضة. حطيت هنا 5، واروح للطبق التاني احط برضو كمان ليمونتين واحط شوية دقيق وانضفه واحط الفراخ في قلب المية وكده، وادوب الدقيق كويس في قلب الطبق، ندوبهم كويس يا حبايبي. وبعدين احط كمان ال5 التانيين هصفوهم من المية كمان اللي على الصينية دي واحطهم في قلب الطبق معانا كده، وهسيبها قيمة 10 دقايق. انا لسه كمان هحط عليهم كمان ليمون يا حبايب قلبي، علشان انا بحب الفراخ عم اكيسها واحطها في قلب الكيس في الفريزر، بحط ليمونه في قلب الفرخه من جوه. بتيجي بقى تطلعيها وتحطها في الحله تلاقي الليمونه بتعصرها عليها كده في قلب الميه كده. تمام كده. كمان هروح للطبق ده. بابا ربنا يبارك فيه ويطول لنا في عمره يا رب، هو اللي كان بيصور عليا. بعدين هحط ليمون وشويه دقيق عليهم. الليمونه دي كانت ناشفه في ايدي شويه، مسكتها في قلب الميه كده عما عملت معايا، واحط شويه دقيق واقلبهم واسيبهم كده قيمه 10 دقايق ربع ساعه عما يتنقعوا شويه في قلب الميه عشان الزفاره وكده. وهمسكهم تاني اغسلهم بميه كويسه واحطهم بقى على الصينيه عشان يتصفوا، وبعدين هكيسهم في قلب الاكياس واحطهم في الفريز. شوفوا كده يا حبايب قلبي، تمام ما شاء الله. انا هسيبهم شويه وبعدين هغسلهم تاني واوريهم لكم كده يا حبايبي. انا بعد ما غسلت الفراخ وصفيتهم على الصينيه وسبتهم، هكيسهم بقى في الاكياس واحطهم لوحدهم والحوايج لوحدهم والكبد والقوانص لوحدهم. مع الف سلامه.